الماتش ده بيمد ايده عليا. ابو جبل وماني ضع نفسه في موقف لما هو قادر ان شاء الله لمباراتي السنغال في والماتش ده كمان صعبة جدا، وبالتالي صلاح يعني واخد. ربنا يكرمك يا صلاح، يلا يا صلاح وهوبا يا نهار ابيض. هارلك يا صلاح. اصعب لحظتين كانوا على الجيل ده كانوا قدام منتخب السنغال للاسف، مره في نهائي كاس الامم 2021 ومره في الماتش الفاصل في تصفيات كاس العالم. الماتشين دول سببوا عقده للمنتخب، وشفنا لعيبه بتبكي لاول مره، وشفنا صوره صلاح في نهائي كاس الامم 2021 وهو جنب الكاس ومش قادر حتى يلمسه. الجيل ده من المنتخب اتحرم من لقطتين مهمين جدا في تاريخه، كان قدام نفس الخصم منتخب السنغال، والجيل ده مش مستعد تاني يكرر نفس اللي حصل. الماتش اللي هنلعبه قدام السنغال بالنسبه للجيل ده وبالنسبه لنا هو طار ولازم ناخده. في ناس شفتها كاتبه ان هم يكسبوا ماتش السنغال وما ياخدوش البطوله، بالنسبه لهم عادي جدا، بس يكسبوا السنغال. كنت حابب اشكركم جدا جدا قبل ما ابدا الفيديو ده، لان احنا على مدار البطوله وفي خلال الشهر ده حققنا اكتر من 70,000 مشاهده، وده رقم كبير بالنسبه لي ان انا بادئ القناه من قريب مش من بعيد. فشكرا جدا ليكم وشكرا على دعمكم، وما تنسوش تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب. ويلا بينا نخش في الفيديو. هنعمل ايه مع السنغال؟ خرجنا من ماتش كوت ديفوار واحنا كسبانين واحنا مبسوطين وعملنا اداء كويس وكمان نتيجه كويسه خلتنا نلعب نص النهائي قدام السنغال. ماتش كده كان هربان من ليالي 2008 و2006. ايه الحلاوه دي يا عميد؟ ماتش خلى حسام حسن بنسبه كبيره قوي مكمل معانا لكاس العالم، خلاه كده على الارض مش ماشي على الحبل ولا متذبذب ولا عارف هو هيقعد ولا هيمشي. بعد ما كسبنا الماتش ده باداء حلو قدام منتخب قوي جدا زي كوت ديفوار وهو حامل لقب البطوله وخرجناه، فانا طالع النهارده اكلمك عن منتخب السنغال وازاي هيلعب قدامنا، واكلمك ازاي نقدر نعديه وازاي نكسبه ونروح النهائي كمان. وللمفاجاه هو منتخب قوي جدا، بس تقدر تكسبه وتقدر تلعبه بالطريقه اللي انت بتحبها، اللي هي الدفاع والاعتماد على التحولات اللي هيحبها قوي كابتن حسام حسن واللي عملها في ماتش كوت ديفوار. بس خليني في الاول اعرفك على منتخب السنغال وازاي بيلعب وايه هي اهم مفاتيح لعبه ومين اهم اللعيبه اللي عنده كمان. منتخب السنغال داخل البطوله دي بجيل يعتبر جديد، ميكس ما بين الشباب واللعيبه القديمه اللي كنا نعرفها. ما بقاش منهم غير ساديو ماني وكوليبالي واسماعيل يسار. اسماعيل يسار مش كبير قوي بس يعني من الجيل اللي كان بيلعب قدامنا، بس للاسف لسه عندهم الحارس الرخم اللي اسمه ميندي ده لسه واقف في قلب الجون، وعندهم باك يمين دياتا، وعندهم باب جاي في نص الملعب. باب جاي ده لعيب جامد قوي يا جماعه، لسه صغير بس لعيب جامد قوي. وعن طريقه اللعب بتاعتهم هم بيلعبوا ال 4-3-3 بتاع كوت ديفوار اللي كانوا بيلعبوها، وتقريبا نفس الشكل الهجومي. ساديو ماني ساعات بيتحول للعيب في نص الملعب وبيصنع لعب كتير، شبه دور صلاح في ليفربول لما بدا يخش نص الملعب ويلعب اسيستات كتير قوي لزمايله. بيستحوذوا على الكره كتير قوي في نص الملعب وكمان على حدود المنطقه بتاعه الخصم، وكمان بيشوطوا كتير قوي. بوب جاي مثلا وادريسا جانا جاي بيشوطوا كتير قوي. اول ما الخصم يشتت الكره سواء بالراس او برجله بيبقى في لعيب حوالين القوس بيشوط كتير قوي، وده حصل كتير في دور ال 16 قدام السودان او قدام مالي في دور الثمانيه. وعلى فكره هو اقوى فريق هجومي في البطوله مع نيجيريا. وخليني اقول لك ارقامهم بسرعه. ارقامهم في البطوله دي قويه جدا، لعبوا 5 ماتشات سجلوا 11 جون، دخل في مرماهم هدفين بس، وده يدل ان دفاعهم قوي وبيشوطوا كتير قوي من جوه المنطقه ومن بره كمان. بس خليني اقول لك والاول مره ان الارقام دي فعلا حقيقه، لكن ما تدلش عن حاجه، لان هم طريقهم للماتش ده كان سهل جدا. واقوى خصمين لعبوهم في البطوله كان الكونغو وتعادلوا معاهم في المجموعات، وماتش مالي كانوا ممكن يخسروا من مالي وهم ب 10 لعيبه وراح عليهم في اكتر من كوره كمان وضايقوهم كتير. في نقط ضعف عندهم عندهم نقط ضعف، وعلى فكره نقط ضعف كتير وهجيبهم لك دلوقتي. اول نقطه ضعف عندهم كوليبالي المدافع. كوليبالي مدافع كبر وبقى بطيء جدا، وكمان هو بيلعب باصات ريسكي كتير قوي عشان يضرب بيها نص ملعب فريق الخصم، زي الكوره دي مثلا. بص الكوره دي اول ما اتقطعت مهاجم مالي قام جاي قاطعها، وكمان قام جاي زق الكوره من قدام كوليبالي، وكان هيجري له ان نص الملعب ارتد بسرعه جدا وقطعها. ولو بنتكلم على الكوره دي بالذات فهي هتتكرر كتير في الماتش ده. وعلى فكره عندنا لعيبه في نص الملعب زي حمدي فتحي ومروان عطيه بيقدروا يقطعوا خطوط الباص دي كويس قوي. ولو نيجي نبص على الكرات الثابته فهم عندهم برضو مشكله فيها، وفي الناحيه الثانيه هم كويسين فيها هجوميا برضه. بس في ماتش مالي عملوا عليهم خطوره وهم ب 10 لعيبه في اكتر من مره من الكرات الثابته. وعلى الناحيه الثانيه ما احنا برضه عندنا مشاكل في الكرات الثابته، والجونين اللي دخلوا فينا في ماتش كوت ديفوار كانوا من كور ثابته. وارجع واكرر على الشوط من بعيد، بيشوطوا من بعيد كتير قوي من على حدود المنطقه زي الكره دي والكره دي. وفعلا لما بيمارسوا الضغط بيبقى الموضوع صعب جدا، وده اللي ما ينفعش مدافعينا يتحطوا فيه، حالات ان خط الدفاع بتاعنا يتضغط عليه بالطريقه دي. وبما اني جبت سيره الشوط من بعيد ربنا معاك يا شناوي، ما اتمناش ان انا اشوفك في مستوى سيء ولا ان اشوفك بتخسر المنتخب والله، بس فعلا هتكون مباراه صعبه جدا على محمد الشناوي لو ما عندوش ثقه في نفسه في الماتش ده، او لو مش واقف على رجله. بس ان شاء الله في الماتش ده الشناوي هيكون واقف على رجله، لان هم زي ما قلت لك بيشوطوا من بعيد كتير قوي يا جماعه، كتير. انا باكد على المعلومه دي لان فعلا في الماتشات اللي انا شفتها هم بيشوطوا كتير قوي، واتمنى ان كابتن حسام حسن يكون فعلا عالج مشاكل الكور الثابته دي. طيب احنا شفنا ان الفرقه دي فرقه قويه عندها غلطات بس هم فرقه هجوميا قويه جدا، فازاي نقدر نكسبهم؟ دي موجوده عند كابتن حسام وهو بيعرف يعملها في التحولات الهجوميه. وحاجه كمان ان انت تجيب جون فيهم بدري. طيب ولو جبت جون فيهم بدري
اللعيبه دي بتطلع وبتسيب مراكزها وبتضغط ضغط جنوني وشرس جدا، وده اللي هيفضي مساحات في ظهر الاظهره بتاعتهم كتيره جدا وتقدر تجري فيها سواء بزيزو ومرموش وبصلاح وتروح على الجون كتير، وده اللي هيحصل على فكره. طيب حتى لو هما ما بيضغطوش عالي بقى، الاظهره بتاعتهم بتلعب الكوره مع الوينج وكمان بتضم لقلب الملعب، فلما يضموا في قلب الملعب الكره العكسيه بالنسبه لك على الاطراف هتكون مهمه جدا جدا. زي الجون اللي هما جابوه ده مثلا، الكره دي جون تمام، بس الكره دي مثلا لو كانت اتقطعت واتعملت مرتده، بص كميه المساحه اللي كان هيجري فيها الوينج بتاع الفريق التاني. فاظن ان احنا من ماتش كوت ديفوار عرفنا ان منتخب مصر ليه شكل هجومي معين، اهم حاجه ان هو يكون مضغوط طول الماتش يا عم، باي طريقه باي طريقه، مضغوط مش مضغوط، هي دي الكوره تقريبا اللي كابتن حسام عايز يلعبها، وفعلا جابت نتيجه في ماتش كوت ديفوار. انت الفرقه دي اللي هي نازله بتمسك الكوره وبتضغط دايما قدرت تكسبها 3 و3 ده ما كانش رقم حد يحلم بيه يعني. وانا شايف ان مفاتيح لعب المنتخب في الماتش ده هيكون 3: مرموش وامام وصلاح. مرموش اللي جاب فورمه كبيره قوي في الماتش اللي فات وجاب جون وكان بيلعب كويس قوي وكان مزعج قوي لدفاعات كوت ديفوار، وكمان امام اللي هيقدر ياخد الكوره من قلب الملعب ويطلعها لقدام ويمشي اللعب شويه، وكمان عمل اسيست تحفه الماتش اللي فات. وصلاح لان انا عارف ان هو هيبقى عنده طار شخصي مع المنتخب ده وهيطلع نار من بقه، وانا متاكد ان هو هيلعب بالثلاثه في نص الملعب زي ما عمل الماتش اللي فات، وهيلعب بحمدي ومروان وقدامهم امام، ومروان وحمدي هيروحوا يغطوا مع الاظهره بتوعنا مع هاني او مع فتوح، وامام طبعا هينزل في النص لما الكوره ما تبقاش معانا، واول لما الكوره تكون معانا هو اصلا بيقلب لمهاجم تلقائي وبيكون صلاح جنبه ومرموش. فان شاء الله الثلاثه اللي قلت عليهم دول هيقدموا ماتش جبار وهيكسبونا كمان. لو انت لسه بتتفرج لحد الدقيقه دي ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتقول لي في الكومنتات الماتش ده يخلص كام. بالنسبه لي ما اقدرش اقول لك انا متفائل قوي، بس انا حاسس ان احنا هنعمل حاجه كويسه الماتش ده واننا هنعدي ونوصل للنهائي. تصريحات صلاح بعد الماتش اللي فات كانت تصريحات كويسه جدا وواضح ان هو بيهزر والدنيا جميله، وقال تصريح مش كتير قوي خد باله منه، بس هو قال ان المعسكر ده من احسن المعسكرات اللي دخلها في حياته، وهزر وقال ان احنا بقينا 3/4 على عمر مرموش وهو ومصطفى محمد. لكن الثلاثه المحترفين عندنا من ساعه ما الكابتن حسام عمل 2 وربع بقوا 3/4 محدش فينا بيلعب. هي دي الحاجه اللي مطلوبه في المنتخب، وان كلهم يبقوا حوالين بعض عشان ان شاء الله نقدر نعدي ماتش زي ده. وهنا بنتكلم عن الروح والرجوله بقى والكلام ده، تمام جدا، دي حاجه لازم تكون موجوده في الملعب، اللعيب لازم يبقى روحه وقلبه في الملعب. بس خلينا ندي حسام حسن حقه يا جماعه، الراجل ده بيشتغل وخلى لعيبه تظهر بادوار كويسه. يعني مثلا في كوت ديفوار ما خلاش اللعيبه بتاعتنا تبقى 1 على 1 مع اللعيبه الحريفه بتاعتهم، وكنا بنضغط بكتله كده عشان نقطع ونسترجع الكره اسرع عند الثلث الاخير بتاعنا. اللعيبه عملت ماتش جامد قوي، لكن برضه ندي حسام حسن حقه ان هو ادى ادوار للعيبه دي تعرف تاديها وتقدر تفهمها وتقدر تلعب بيها، ودي حاجه كويسه في حد ذاتها ولازم نشيد بيه، لان هو اختار طريقه لعب تناسب الماتش، ودي حاجه كويسه ان هو كل ماتش بيبقى مرن. ماتش صعب جدا نفسيا على لعيبه المنتخب بتاعنا، وخصوصا اللعيبه اللي حضرت عدم التاهل لكاس العالم بسبب السنغال وعدم الفوز بالبطوله دي بسبب السنغال برضه في 2021. ويا ريت يا شناوي الماتش ده بالذات ما يكونش فيه اي غلطات، الماتش ده هيخرجك بطل وهينسلك اي حاجه عملتها في البطوله دي وقبل كده كمان. وزي ما قلت لكم شفت ناس كتير قوي بتقول ان هي تكسب ماتش السنغال ومش مهم تكسب البطوله او تخسر في النهائي يعني، وانا من وجهه نظري شايف انه لا، انت لو كسبت السنغال لازم تكسب البطوله دي، بل بالعكس انا عندي ان انت تخسر من السنغال ولا انك توصل نهائي وتخسر النهائي الثالث في اخر 10 سنين. وشفنا طبعا الفيديوهات بتاعت لعيبه السنغال واللي انا هسيبها لك دلوقتي وهم بيقولوا ان الفوز في الجيب بتاعنا وان هم هيكسبونا بكل سهوله. فيا ريت اللعيبه بتاعتنا تكون شافت الكلام ده وان هم يسترجلوا في الملعب ويعتبروا الماتش ده معركه فعلا، معركه في الملعب، محدش يفهم حاجه غلط طبعا. وخليني اقول لك ان البطوله دي تاريخيه جدا من تنظيم لملاعب لكل حاجه، لان كمان في نص النهائي الاربع مدربين لكل المنتخبات اللي هم مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا كلهم مدربين وطنيين. فهمتوا ليه كنا بننادي بالمدرب الوطني من فتره كبيره؟ والصراحه حسام حسن عامل شغله وزياده في البطوله دي، وكمان وصلك كاس عالم من بدري قوي، فسواء كسبنا او خسرنا ما ينفعش نقطع في حسام حسن لو خسر عشان هيكون ظلم كبير ليه قوي، هو اصلا تحت ضغط ومش ناقص. والصراحه شايف ان اللعيبه كلها مضغوطه بالجهاز الفني بكله، فان شاء الله تعبهم ده يجي في صالحهم ونعدي ونوصل للنهائي وان شاء الله نكسب البطوله كمان. عندنا طرو عايزين ناخده يا رجاله، وان شاء الله الثالثه ثابته، وانا متوقع ان الماتش ده يخلص 2-1 لمنتخب مصر. قول لي انت في الكومنتات متوقع الماتش ده يخلص كام. لو وصلت لحد الحته دي في الفيديو فانت حبيبي، ما تنساش تكتب لي في الكومنتات ان انت وصلت للحته دي في الفيديو، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وتتابعنا على تيك توك بننزل محتوى هناك، وتعملنا فولو على فيسبوك وعلى انستجرام كمان. كان معاكم عبد الله القاضي ودي قناه في ال18، ان شاء الله هنتقابل بعد ماتش مصر والسنغال وان شاء الله نكون كسبانين. سلام.